العلاقة الحميمية رايح جاي. الحلقة دي للكبار بس، تعالوا اقول لكم بعد ما تصلوا على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراجل السوي اللي كل كينونته بيته وأسرته بيشتغل علشان يكفي بيته وما يقدرش يستغنى عنه، والمطالبة بثباته قصاد المغريات اللي هي محوطاه في الشارع وفي الفيديوهات في كل حتة رغم جفاف مراته معاه. في ستات بتستعمل العلاقة الحميمة كسلاح تعند بيه مع جوزها تمنع نفسها عنه، مش لوجود عذر مقبول زي مرض أو تعب أو إجهاد حقيقي، لا لمجرد العند. ست الكل، العلاقة الحميمية عمرها ما كانت سلاح ابدا للضغط. في ستات مش فاهمة دورها كزوجة. العلاقة دي مش لازم تبقى دايما في وقت مزاج ووقت حب، ممكن تبقى علاقة سريعة لسد شهوة. طبعا انت هتستغربي، يعني ابقى قرفانه منه وزعلانه منه ووافق؟ الراجل بيفكر في العلاقه بشكل لا ارادي، واشر فتنه عليه هي النساء. فلو ما قمتيش بدورك كزوجه تعفوا، انت كده بتوصلي للحرام بايدك. وطبعا الراجل برضه محتاج يفهم مش معنى انها علاقه سريعه في اوقات لسد الشهوه وحفظ الفرج انه لازم يستوعب الناحيه العاطفيه عند الست. يعني الحقيقه بقى من ناحيه الراجل، لو هو حنين عليها ومتعود يقول لها كلام حلو هتبقى متهيئه دايما للقرب ده في وقت احتياجه، زي مثلا بتنام في حضنه كل يوم، مش كل واحد في اوضه ونتقابل يوم الخميس. المهم القضية ايا كان سببها لازم ليها خطوات وسعي في الحل، وإلا هتكون فتنة وفساد كبير. لازم نفهم ان اهم مقصد للجواز العفة، وغالب الرجالة بيتها واسرتها كيان ليه ما يقدرش يستغنى عنه. لما يبقى محروم في العلاقة للأسف هيضعف ويتفتن. وعلشان اكون منصف، القضية دي كمان للأسف موجودة، بس العكس، الراجل هو اللي متجاهل الست جنسيا. وطبعا لما بنقول كده محدش بيصدق، علشان العكس هو العرف، بس هو للأسف موجود، والستات بتتفتن ويبقى البيت مخروب وبالاسم متجوزين. وهنا الراجل يا اما شايفها ام العيال ومقضيها بره، او رغبته قليله قوي ومش مركز في احتياجاتها، او عنده اضطراب نفسي او مدمن اباحيات. يا جماعه العفه حق شرعي، والست مش بتدلع لجوزها وهو مش معبرها، وفي الاخر بتقول لي افضل اتزوق ليل ونهار، وفي الاخر يخش ولا كانه شايفني، الموبايل عنده اهم مني. تقول وانا ماشيه في الشارع بتعاكس ببقى فرحانه من جوه علشان الناس مقدره، مع ان جوزي مش مقدر. والله فتنه، وما ينفعش نسكت علشان الاسره تستمر ظاهريا والباطن زنا وفواحش وقلوب مدسوسه بافات المشاكل. طب تتحل ازاي؟ تتحل بطريقها الشرعي اللي هو اولها نشوف حالنا مع ربنا ونتقي ربنا في اللي معانا، ونغير من نفسنا، نعمل اللي علينا مهما كان اللي قصادنا مقصر. روحوا لواحد متخصص، ولو الدنيا بتقفل وكل اللي فات مش جايب نتيجة، حكم من اهلها وحكم من اهله. ولو مفيش فايدة خالص والفتنة حتمية، يبقى تسريح بإحسان. من أهم الأسباب اللي تخلي الراجل يهرب من العلاقة الحميمية أول حاجة المشاكل والخلافات الزوجية. بيقول لي برجع من الشغل متأخر وطول الطريق عمال أفكر وأقول يا ترى هتنكد عليا بايه النهارده. شعور الزوج ان زوجته مسيطره ومتكبره عليه بيخليه يهرب منها، مش مهتميه بمظهرها الخارجي ولا ملابسها ولا بنظافتها الشخصيه. ما عندوش ثقه بنفسه علشان هو مش كويس في العلاقه الحميميه، مش قادر عليها، وبيخلص بسرعه. بيقول لي بقعد دقيقه ونص، قلت له طب ما تروح تكشف او خد اي حاجه. تبقى معاه جثه هامده لا احساس ولا شعور، وفي الاخر تقول له انا كنت بعمل علشانك، يقول لها تعالي نكشف، تنكد عليه شهر عشان قال لها تعالي نكشف. من اهم الاسباب اللي تخلي الست تهرب من العلاقه الحميميه، بعيدا بقى عن الفتور العاطفي والخلل الهرموني والارهاق والصداع وانا كبرت والعيال قاعده بره، علشان هي بتتألم. يا اما انت ما بتقدمش لنفسك وبتاخد حقك بس، يا اما انت بتطول وتقعد فتره كبيره قوي. تاني حاجه علشان هي ما بتاخدش حقها وبتتقلب، وانت ما بيهونش عليك تقول لها هعوضها لك مره تانية. تالت حاجه ان هي ممكن تكون كارهه الشخص اللي معاها علشان ممكن يكون بيخونها او ريحته لا تطاق. هي بتبقى محتاجه حضن ضروري بعد العلاقه، وانت بتخلص وتجري. واي كلام حلو هتسمعه منك في الوقت دون هيسعدها جدا. لازم تقعد معاها وتفهم منها ايه اللي بيبسطها وايه اكتر حاجه بتسعدها في العلاقه علشان تكتر منها. والله ان شاء الله هتبوس ايدك، وزي ما انت بتسعدها هي كمان هتسعدك ومش هتنكد عليك. ابسط يا سيدي. بس كده، سلام عليكم.